انتي عارفة لو جربتيها بالطريقة دي بعد كده مش هتجيبيها من بره ولا هتعمليها بره خالص. جيبي نص كيلو من اللحمة وبعد كده حطي عليه بصلتين وسط مبشورين ناعم ومصفية ميتهم، وشوية البهارات اللي كانت على الشاشة كلها قدامك، واهم حاجة في البهارات دي النص معلقة من البيكنج باودر، وبعد كده هتحطي معلقة كبيرة من الدقيق ومعلقة كبيرة من النشا ونص معلقة من الفيجيتار بتاع البانيه، بس الخطوة دي ما تصورتش، وهتحطي عليهم رطبة من البقدونس تكون مغسولة ومتخرطة ناعم زي ما شفتي. اهم خطوة بقى إنِّك تعجني العجينة دي كويس جدًا لحد ما تعمل معاكِ أنسجة زي كده بالضبط. هتسيبي العجينة تتشمع في التلاجة لمدة كده 10 دقايق ربع ساعة، وبعد كده هتبدئي إن أنتِ تجيبي طبق هتحطي فيه مَيّة البصل اللي أنتِ صفيتيها، وإما معلقة من الكاتشب يا إما معلقة من الصلصة الجاهزة وشوية ملح وفلفل أسود، وهتبتدي إن أنتِ تصبّعي الكفتة بيهم. عايزة أقول لِك هتطلّعي صُباع كفتة مش هيكِش خالص، هتشوفوا الحجم اللي أنا مدخّلاه بيه هو اللي طالع بيه من الفرن، وكمان هاقول لِك على طريقة السِوَى بتاعة الفرن هتبقى تحفة. وبجد جربي الطريقة دي وبجد هتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. بعد ما تخلصي تصبيع الكفتة كده كلها بالشكل ده، هتجيبي الباقي من الخلطة اللي انت كنتي بتصبعي بيها وهتدهنيهم على الوش. دخليهم بقى على اعلى درجة حرارة في فرن متسخن مسبقا، يعني انت بتصبعي وهو اصلا متسخن. هتقعد في الفرن بالظبط ربع ساعة، من ربع ساعة ل20 دقيقة، وبس كده هتطلعي احلى صوبع كفتة جوسي وتحفة وبألف هنا وشفا. وما تنسوش بقى لايك وشير عشان يوصلكم كل جديد.